والله زهري عامل نور. عندك تعطيلات كتيرة جدا في الحياة، حال واقف في كل حاجة. الدنيا ماشية كده، حاسين ان هي ماشية كده. نفور من الاشخاص، خنقة داخلية، تقديم في وظائف ما تقبلش، تقبل وبعد كده الدنيا تتغير. آه علاوات، ترقيات في العمل، وناس هنا 25 سنة وأزيد و10 سنين و15 سنة بتقول احنا ناس في جدارة في العمل، ومع كده الدنيا كلها بتاخد ترقيات، بتاخد دعم. احنا منسيين. الحل ايه؟ هل احنا معمول لنا اسحار؟ هل احنا معمول لنا كده؟ والناس اللي بتسأل الأسئلة دي ناس إيمانها بالله قوي، متشتتة، بتسمع كتير، بتدخل كتير في فيديوهات تخص الطاروت، وهي نوع من أنواع الدجل بس عن طريق كروت. وعرفت في فيديوهات ليا ما معنى الطاروت، وازاي عامل النور الزهري، بذور النجوم. الناس دي تقدر تنهي روحها بمجرد ان هي تتبع كلمات وطاقات الشيطان والعياذ بالله. هتقولي لي عرفيني عنه، هقول لك ارجعي الفيديو في القناة وصف الطاروت وايه هو تفسيره من الزهري، وعامل النور من الزهري الروحاني الرباني الحقيقي. الناس اللي بتقول احنا روحانيين، انا نزلت فيديوهات واعوذ بالله من قول انا معنى الروحاني الرباني الحقيقي. وطبعا حاليا بتتواصلوا معايا في الخاص عن طريق ماسنجر، وهقدم شكر وتقديري اللي بتدعم القناة وبتساهم فيها. ونور الله قلت لها لازم اقول اسمك، وانا اشهدت امامك وامام الله وامام الجميع ان هي مساهمة في الثواب في حلقة التواصل بينا، في دعمها للقناة. سيدة كبيرة تحترم على راسي من فوق، حست بنتيجة الشفاء، حست بان حياتها الحمد لله الحمد لله طلع منها الوسوسة والشياطين وكل الكلام بتاع الدجل ويكفينا شره. قولوا امين. وفائت من حاجات كتير كانت بتعاني بيها في حياتها بالإيمان بالله بكثرة، بتواصل العبدة الفقيرة إلى الله معها بكلماتي البسيطة اللي حسيت بها بطاقة أمل كبيرة. قالت لي أنا عايزة أساهم، قلت لها القناة فيها ميزات للناس اللي عايزة تدعمها، ميزة اسمها تشكرات، ميزة اسمها السوبر شات. قالت انا يا بنتي مش بعرف استخدم ده كله، وقعدت فتره كبيره وخدت رقم محفظه وفعلا حولت منه امانه. وقلت لها ده هرفع الفيديوهات دي على اسمك وليك الاجر والثواب. واستاذنتها قالت لي ماشي قولي. فبقول لها اهو عشان حقك قدام الجميع. هنرجع تاني، التعطيلات اللي في حياتكم دي كلها ايه اسبابها؟ اذا كنت انت عامل نور ظهر روحاني حقيقي ولا لا؟ قلت في فيديوهات وهقول تاني وهقول تالت، لان كل الفيديوهات اللي بتنزل مش هعمم كل، اقول 5% منهم هم الصح، الباقي اقاويل ملهاش دعوه بصحه الروحاني الرباني الحقيقي. الناس اللي بتجيلي في الخاص تقول لي انا روحانيه، انا اعوذ بالله من قول انا كذا انا كذا، انا عندي العلامات. والله يا حبيبتي الزهري الحقيقي والروحاني الحقيقي ملهاش دعوه بعلامات. هتقولي يعني ايه اللي بتقوليه ده؟ اقول لك يعني معظم الزهريين الحقيقيين العلامات اللي بتسمعي عنها في فيديوهات حقيقي اديتك طاقه شيطانيه داخليه، عملت لك هوس انك تقعدي تتكلمي في الحاجات دي زياده عن اللزوم، عملت لك هوس لجذب الشياطين والجان والعياذ بالله زياده عن اللزوم، لان انت عبده ضعيفه الى وجه الله. كلنا عباد الله الضعفاء. الزهري الحقيقي الروحاني الحقيقي ده محصن من المولى. فانت هتعملي ايه؟ هتبعدي خالص عن كل اللي بتسمعيه ده، تصلي
على حضرة رسول الله كتير، تذكريه، تبيضي قلبك وروحك ونورك بنور الله. بعتيلي قلتيلي ان الرسائل دي موجهه لناس فعلا مستنيه الفيديو ينزل، واسف على الاطاله، لان الفيديوهات دي لازم يبقى عنده طاقه تستحمل ان اطلع بيها، مش كده وخلاص. انا ممكن كل يوم انزل فيديو ما بيبقاش فيه رسائل ليا، ما بيبقاش فيه طاقات. الناس اللي بتواصل معايا على الخاص جسمي بيكتسب طاقه التعب اللي انت فيها دي. الموضوع مش سهل. الناس اللي بتقول لي انا عايزه امارس الموضوع ده وابقى روحانيه، يا حبيبه قلبي هقولها وبقولها، وراجعوا كل الفيديوهات اللي بقولها في القناه. الروحاني والروحانيات وعلوم الروحانيات اقرب للكفر من الايمان. هتسمعي كلامي، كملي معايا الفيديو للاخر، هتقولي ورد وتقولي كذا وتقولي كذا، يبقى انت نيتك حاجه تانية خالص، يبقى دخلت في موال الدجل والشعوذه. ايه اللي احنا بنطلع نتكلم فيه، او عن نفسي بطلع اتكلم بيه؟ وعي الامهات. نتصنت الكلام اللي بقوله ده، بوعي الامهات ازاي تربي الاولاد صح، ازاي تبعد عن الخرافات الموروثه من اجداد الاجداد، ازاي ابطل ادخل اي حد عندي واقول ده راقي، ازاي امن على اولادي مع اي حد يقول لك ده ملبوس، ده معمول، ده متسوي. تشفيه بنفسك بفضل الله. ربنا ما جعلش بينه وبين المولى، بينك وبين المولى حجاب ولا وسيط. ناس محظوظين جدا اللي بيلتقوا بالروحاني الرباني الحي، ناس محظوظين جدا اللي بيلتقوا بالزهري، ممكن ما يكونوش قابلتهم في حياتكم نهائي. الناس دي عندها عطاء فرات متوارث بدون مقابل لوجه الله، عيشتها كلها بتبقى لوجه الله. ظروفها بقى المادية كويسة، ظروفها المادية صعبة، كل الحاجات دي تكتفي وهي قادرة أو هو قادرة وعايشين فيه. الناس اللي بتدخل تقول الظروف المادية بتاعتك مش قوي، والله نكتفي ونحتسب عند الله وكلنا فقراء لوجه الله، والحمد لله. ما جعلتش حد ان هو يشيل الألقاب بيني وبينه في الكلام في أي كومنت في القناة وياخدهم العشم قوي في الكلام معايا. ده أولا. ثانيا زي ما بحترم الناس بلقي الاحترام من الآخرين، والحمد لله الحمد لله لحد الآن كل اللي بيقولي في قناتي أو العائلة بتاعتي داخلة على 11,000 مشترك بفضل الله وبفضل الناس الجميلة دي وبفضل نعم المولى على الواحد، ومحترمين محترمين بمعنى الكلمة. فعلى راسي من فوق، قناة تكبر بيكم. هننتظر الفيديو، هننتظر فك ده كله ازاي منك انتي. قلنا الناس اللي مستنية الروحانيات، لا، الروح اللي بتكلم فيها اللي هي عملك في قبرك، عملك في قبرك. روحاني الرباني الحقيقي ده هبة من عند الله، نوره من عند الله، رسائل روحانية من عند الله. هقولك ازاي تقدري، لان في ناس داخله عندها حاله تخبط وحاله، مش هدخل في الفيديو ده بالحاله دي. اتكلمت في كذا موضوع في المقدمه. انا بفتح الفيديو مباشر، مش بحضر قبليه، فبكتسب طاقات ناس داخله فعلا فيها اللي انا بقوله ده، داخله فيها وجع في رجليها، داخله فيها وجع في اعلى فقره الرقبه، ناس كتيره الكلى، ناس كتيره التعب الروحي بقوله، والتعب الجسدي بستشعر بيه وبقوله. مفيش حاجه. التواصل القناة نفس ماسنجر عندي، الاتنين واحد، والسؤال على قد الإجابة فقط. هنتكلم ونقول تاني شكرا لكل اللي بيدعم القناة، شكرا لكل كلمة طيبة جميلة بتقولوها لي، شكرا لنور الله. الفيديو طول معايا بس هكمله برضه. اللهم صل على سيدنا محمد، شجرة الأصل اللورانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصور الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العليا، من اندرجت النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا.
صلى على حضرة رسول الله، لايك للفيديو، سبسكرايب، فعل الجرس ليصلك مني كل جديد. معكم صابرين والطاقات الإيجابية. نكتب مع بعض ايه هو العلاج بالحالات دي. اول حاجة هتعمليها هنلتزم في الصلاة وفي الوضوء وفي الطهارة. هنجيب مسك اسلامي، طبعا كله معروف فين هو المسك الاسلامي في جميع انحاء العالم يعني، ودايما نعطر بيه روحنا. الناس اللي بيتها في الخنقة دي هتجيبي بخاخة مية، بخاخة هتحطي فيها قطرات من المسك، هتحطي فيها مية الورد، مية عادية، وده دايما تعطري بالاوض المكان بتاعك. فاللي بقولهولك ده حاجات طاقات ايجابية طبيعية للامهات وستات البيوت والرجاله اللي بتعالج، يعني عالجوا بالطريقه دي هيبقى افضل بكتير ومش هتتعبوا الناس. يعني الناس اللي بتروحوا لهم ويقولوا لكم نعالج، والافلام دي كلها برضو دجل وشعوذه ولا اؤمن بيها نهائي. والناس الروحانيه الربانيه اللي داخله هنا الحقيقيه نفس التفكير تبعي، لان هو ده طبيعه الحياه وهو ده الكون وهو ده نور الله اللي انت بتؤمني بيه. هتقولي لي بقى ازاي وجدال وحاجات كتيره كده، والله كل ده بقى دجل وشعوذه. واجري روحي ودمري حياتك ودمري اولادك ودمري زوجك ودمري الدنيا كلها بسبب الجهل والتخلف الموروث. هنغير الثقافات دي وده اللي احنا شغالين عليه. هتعملي ايه؟ الحاله لقيت لي لدرجه اني اعوذ بالله واستغفر الله، قالت شعرت بعدم وجود الله من كتر الانعكاسات. والله دي حاله تعبانه لدرجه انها قاعده تبكي ليل نهار. ما يتعبش لساني كده في الحديث في الطاقات المفتوحه الا زي ما بقول لك كده. وتقطيع اهو، انا حاولت اصور الفيديو ده كذا مره بس هصوره. وابشري، يعني كل اللي داخل هنا ابشر، وهتحس فعلا من ساعه ما سمعت الفيديو بالمقدمه اذا كانت ليكوا ولا مش ليكوا. وكل ده باختلاف جدا في الطاقة، وده بفضل الله. هتعمل ايه؟ قلنا دايما الوضوء، دايما الأذكار، أذكار الصباح والمساء. هتقرأي سورة التوحيد 11 مرة. اذكري الله كده وآمني بالله ورسله، وهتقرأي سورة التوحيد 11 مرة. تمام؟ هتقعدي تكرري الدعاء ده: رب أريني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأريني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. ماشي؟ وهتقولي اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيما توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. لسانك يفضل مداوم على اللي بقوله بالطريقة دي. والله طب أنا حد ملتزم وقوي وفي نفس الوقت عندي اللي انت بتقوليه ده كله وبداوم على اللي انت بتقوليه، فجزء تاني من الناس اللي داخله او كل يقرأ الصور دي هتقوي الهالة عندك، الغلاف الخارجي عندك. والله طب انا مش فاضيه الصور دي هقعد اقراها كل يوم. والله انت لوحدك كتاب الله لما تفتحيها هتلاقي نفسك سلسله متسلسله بيه. قبل ما اقولهم لك، الدعاء لأبي رحمه الله هو ده اللي انا باخده من القناه دي، والشفاء بتاعكم دعوة حلوة ليا لوجه الله، ودعاء لكل حد غالي عندكم فقد. الدعاء بياخد لحظات، انما عند المتوفي حاجة كبيرة، ولازم نكون بقى ناس عندنا اصل كده عشان الاحباب لما يمشوا ما خلاص بقى مشوا، لازم نتذكر وندعي ونجتهد للوصول للمكان الجميل اللي هم فيه. هتقرأي ايه بقى؟ هتقرأي سورة غافر، هتقرأي سورة فصلة، هتقرأي الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، 7 سور. ايه رأيك؟ طب كلهم مرة واحدة؟ والله هياخدوا معاكي ساعة بالكتير. تخيلي بقى اليوم كام ساعة هتقعدي كده مستعدة كده لنور الله والكلمات اللي تريح الروح والقلب وصوره والقرآن الكريم اللي هو نور من نور على نور، اللي قالها رب النور وهو الحق. هتقرأي الصور دي بنية الفرج
وان شاء الله ان شاء الله ابشروا، كل اللي داخل هنا ابشروا ابشروا، حتى العمل المقفول عندكم كل ده بفضل الله هتحسي ان انت كنا تعبانين وخفينا. طيب ناس شغاله كتير 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 ومش عندها وقت لده كله، اقرأي لي سورة الكهف يوميا، ينفع؟ لان في ناس داخله نبض قلبها بيدق جامد يعني. الله يسعدكم ويشيل عن قلوبكم اي وجع او اي هم او اي حزن. الناس اللي داخله هزلانه وتعب جامد، عليكي وعلى ثمرة اليقطين. اليقطين ده يا حبايبي اللي هو قرع العسل، بتطبخيه بقى تعمليه زي ما تعمليه، هيفرق بقى في شعرك اللي وقع وشعرك وجسدك الهزلان. الناس اللي قايمه من عمليات هتحس باختلاف في كل ده، لان الفيديو مكتسب الطاقات دي. سبحان الله يعني، ده اللي اشعر بيه والله اعلى واعلم. ما تنسونيش من الدعاء، ما تنسوش لأبي من الدعاء رحمه الله، والدعاء لكل غالي عندكم فقد. اي اسئله تاني حاليا مش في ذهني حاجه، اتذكر حاجه هتلاقوني ان شاء الله نزلت لكم بيها. الفيديو اكتر من كده بياخد وقت كبير. ما ننساش الاجر والثواب لاختنا نور الله. نور الله اشهد امام الله وامام الجميع اهو انك مشاركه معايا في الاجر والثواب، لان العلم ده مش بايدي، ده هو هبه من عند المولى عز وجل. وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. يا رب دي معانا نعمه، يا رب دي معانا نعمه. وانتظروا الناس كان عندها طاقه حلوه قوي 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 من روحانيين وانسلبت منكم الطاقه دي. انتظروا باذن الله فيديوهات لما ربنا يأذن هتلاقوني بنزلها لكم، واوصاف الزهري الحقيقي والروحاني الرباني انتظروه، احاول اعمله. باي باي، استودعكم بالله.